السلام عليكم، مرحبا بكم. نتمنى كامل تكونوا بألف صحة وسعادة. وصفة اليوم تشارك العريان. ما كانش مائدة جزائرية ما يكونش حاضر فيها تشارك العريان في العيد، واليوم راني درته لكم بطريقة جد سهلة وبسيطة. وكما راكم تشوفوا راني قسمت معاكم حبة يجي بزاف طري والحشو تاني معسل. نجوزوا للمقادير وطريقة التحضير. ندير 3 كيلات فارينة ممسوحين مع كيلة مواء سكر غلاس. هنا واش درت الفارينة راني جوزتها في الصفاية ولا في الغربال باش يدخلها الهواء. كما قلت لكم ندير 3 كيلات فارينة ونحط معاها كيلة ناقصة سكر غلاس، ونزيد على راس المغرف خميره كيميائيه كما تقدروا تستغنوا عليها، لانه معظم الحلويات التقليديه ما نديروش فيها لا ليفر. هنا راني زدت مغرفه مليحه لافاني. بعد ما غربلت كامل هاد النواشف نخلطهم هكا مع بعض وندير حفره في الوسط ونزيد حبه بيض. هنا راني درت كميه صغيره، درت غير حبه بيض، بصح كي ديروا كونتيتي كبيره مثلا تاع كيلو نديروا حبه بيض كامله مع صفر. نخلط هاد المكونات مع كيلة معمرة للفم تاع ليدام، نخلطهم هكايا شويه. ودوك نبسس شويه، ندخل ليدام مليح في الفارينه مع سكر غلاس ونطمها بماء الزهر. هنا راني درت كونتيتي صغيره نطمها غير بالماء الزهر، مي كي نديرو كونتيتي كبيره نخلط الماء والماء زهر. دوك نطم العجينه ونخليها تريح شويه لو طون لي نوجدو لافاس ونولي نوزنها حوالي 30 غرام باش يجوا الحبات كامل كيف كيف. كما تقدروا توزنوها من 25 غرام حتى 30 غرام يجي شباب، فوق 30 غرام تجي كبيرة بزاف. ودوكا راح نشمخو لافاس. عندي 3 كيلات لوز محمص ومرحي مع كيلة غير صباع السكر، نزيد عليه شوية لافاني مع شوية قرفة. نخلط هاد النواشف مع بعض ونزيد مغرفة صغيرة مارغرين ولا نديرو السمن. انا هنا راني درت مارغرين. هنا عندي حبة بيض، ما راحش نديرها كامل، راح ندير غير شوية وشوية الاخر نخليه جانبا راح نستعمله ندهن به الحبة تاع الشارك. راني درت غير شوية نخلطهم ونكمل نطم بالمزهر. هذه هي نكمل نطم بماء الزهر، نطمها حتى نتحصل على لافاس تكون طريه. كي نكمل نسي نشكل حربوش ونشوف اذا ما تقطعش نعرف باللي خلاص راه دحقو تاع الماء. العجينه وزنتها 30 غرام والحشو 15 غرام ونجوزو نفورميو الحبات. درت رشه خفيفه تاع الفارينه، نحكم لابول ونشكل لا فورم مثلث بهذه الطريقه. نحلو العجينه رقيقه حتى يبان لو بلون دو طرافاي. هنا راني رققتها بالحلال ونسويها بالكوبات. نحط الحربوش في الطرف ونخلي حوالي 1 سنتيم من الجانبين باه كي نطيبو التشارك ما يتحرقلناش الحشو في الفرن.
ودوكا نشكل الحربوش، نرققوه في الاطراف ونخليه شويه خشين في الوسط. ندور العجينه، نعاون روحي بالكوبات ونزير العجينه في الاول، نكمل ندور غير بصبعتيا حتى نتحصلو على حربوش. نكمل نفصلها غير بالعقل، العجينه راهي طريه. نحطهم جانبا وخليها تنشف باه ندهنها بالبيض ونزينها باللوز ايفيلي. هنا كملت كامل الكميه اللي عندي. بعد ما نشفت شارك، خذيت هذيك نص الحبه تاع البيض اللي كانت قعدت لي، زدت عليها على راس المغرف كاكاو بني ولا 2 قطرات تاع القهوه، نخلطهم مليح وندهن بالبانسو. هنا نخدم ب4 حبات، ندهن 4 حبات ونحطهم مباشره في لوز ايفيلي. نحكم الحبة تاع الشارك، نرمدها في لوز ايفيلي. هاي ليك نسويها مليح، وكل ما تجي معمرة باللوز تجي شابة. نكمل كامل الكمية اللي عندي ونحطهم في سنيوة تاع الفرن، نساويهم مليح. هنا الفرن راني شعلته 20 دقيقة من قبل باه يسخن، ونحطهم يطيبوا على 170 درجة، ياخذوا لون دوري من الفوق ومن التحت، ونشوفوا النتيجة النهائية. هذا هو الشكل النهائي لشارك العريان تاع اليوم. درته لكم باسهل طريقه، جا بزاف شباب. واذا جا ناقص في الحلاوه تقدروا تزيدوا له رشه خفيفه تاع سكر كلاص من الفوق غير بالصفايه، انا خليته كيما راه ما زدتلوش. ودوك نقسم معاكم حبه وتشوفوا كيفاش جا لاباط تجي طريه والحشو يقعد طري ومعسل. وكي نديروا العجينه رقيقه، الحبه تاع الشارك كي تقسميها تلقيها مورقه لداخل. ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الوصفه، واذا عجبتكم ما تنسوش ديروا لي جيم وتبارطاجيو مع الاصدقاء. نتلاقاو في وصفات اخرى، نتهلاو في رواحتكم والسلام عليكم.